السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو نتاعنا يلقاكم بأحسن الأحوال كيما قاع الناس. كنت نتفرج في الحكاية نتاع هذا السيد مسكين، والله لا غادنا اليوم راح قعدوا حتى التالي راح تسمعوا تفاصيل. أنا غادني صراحةً، هذا مسكين واش ذنبه؟ كيما كاع كي تشوفوا أي طفل صغير عنده طموح، أصلًا هذا مسكين قراي خدام على روحه حتى لقى نفسه جسد يمشي بلا روح. راح نهضروا مع بعض حكايته باختصار. كاين بزاف اللي بالك مازال ما سمعهاش. إنه في رمضان هو مسكين خرج من الجامع، جا فايت واش يلقى؟ كيما يقول لك حنايا دائما يدعي الإنسان الحظ والسلامة، يعني كانت مقدرة له المخلوق. جا فايت تحاماو فيه جيرانو في ثلاثة، كانوا رافدين الأسلحة البيضاء، قعدوا يضربوا فيه الضرب تاع الموت، وقعدوا يضربوه ويقولوا له يعني كيما نقولوا حنايا يزيدوا يحرضوا في بعضهم باش قاع يديروا له حاجة كبيرة. ومسكين هو كان طايح في الأرض، هو نص ساعة هو طايح في الأرض وهما قاعدين يضربوا فيه، يضربوا ماشي قالوا حنا رانا كيما نقولوا بزاف ولا ديك، لا قاعدين كاع يتحاموا فيه ويضربوا فيه ذاك الضرب المبرح. المخلوق في هذاك الضرب والأسلحة البيضاء طارت يده، ثم طارت كامل صبعو تاع يدو الاخر ثاني، وقريب حتى كيما كانوا يقولوا ما طار راسو. فتحوه في ثانية والمخلوق راه مخيط 24 زيغراف. ونزيدكم هذا السيد بعد شهر المخلوق كان رايح باش يفوت الباك، ومن بعد وزاد فوتو وجابوا ب 12 رغم كاع هذا الشيء اللي صرالو. يعني لو كان يعني كان بحال بالك نفسانية مليحة كان يجيب ما أكتر. كي راحوا للعدالة كيما قالك حكمت عليهم عامين، اللي داروا ذا كامل خرج، وأول مرة تصادف مع هاد الناس قعد يضحك ويصفق له في وجهه. تخيلوا واحد وصلك للموت ويتلاقاك ويدير لك هذيك الجست، يعني كي شغل بالك ذكروا فيه ولا قالوا له قاع الشي اللي درنا لك هنا وينا. هنا زاد واحد بعث له هدية لواحد الحانوت، كي فتحوها لقاو اليد تاع دمية، هذا وهجة في التصريحات نتاعو هو. اليد تاع دمية مع رسالة انه يدك اليمنى هي التالية، يعني قاعدوا يهدوا فيه باليد اليمنى. مسكين هو واش من رعب عاشتو هذيك العائلة، من اللي بزاف ناس من اللي هما يتفرجوا فيه ما قدروش يحبسوا دموعهم. كما تعرفوا احنا الشعب نتاعنا حساس، ويعني هو يحس بيك بالك تقول امك ولا اختك، يتعاطفوا بزاف مع هاد المواضيع الحساسة اللي كيما هكا. وهو المخلوق من حيث حنا تفرجنا عليه دموعه ما بغاوش يحبسوا، غاض بزاف الناس. وعائلته تاني تبان عائلة ما شاء الله، عائلة مدينة خاطيهم المشاكل، يعني قدرة مساكين وتقدرت عليهم. كما شفنا في كامل التعليقات ما فهموش هادو عصابة أحياء، هادو شكون اللي راهم يديروا كيما هكا. وحتى المشكل بالك ماشي هذا الأول ولا هذا الزاوج اللي يطيح، كما راكم تشوفوا رانا نشوفوا بزاف منشورات على واش راه صاري. يعني الإنسان يتساءل نفسه علاش هذا الوقت ولا كيما هكا. احنا زمان كانوا بالك كي يبغوا ينحروا الكبش ولا يبغوا غير دجاجة يبغوا يذبحوها، بالك البزاوز يروحوا ينخزنوا، بالك مكاش اللي يبغي يشوف هذاك الشيء. بصح دروك رانا نشوفوا راهم في النهار القهار اللي يضرب اللي يكريسي، حتى ولا تنسى كاين بزاف نساء. أنا صراحةً كنت شفت منشوراتهم بزاف اللي باعوا ذهبهم، قالت لك أنا نرفده معايا نخاف يجريسوني، نخليه في الدار نخاف يسرقوني. شحال من وحدة كاين اللي تقول لك أنا بعته رحت عاودت فمي، كاين اللي قلت لك بعته رحت شريت طوموبيل وقلت نخرج وندخل حتى الطوموبيل تخسر ولا تنضرب نقول نورمال، ماشي كيما يكون عندي حاجة عزيزة يرفدوها من قدامي، خصوصا خلعة الذهب. كاين وحدة المسكينة أميمتها هما لحد الآن مش عارفين، يعني باش نقولوا حنايا شاكين في هذاك الذهب شكون اللي رفدو. يعني شقاو سنين عمرها كانت تخدم هذيك الأم، وكانت الدورو اللي يطيح في يدها كتروح تشريه ذهب. من بعد هي هنايا ما عرفوش، هو صح كان عندهم ولاد خوتهم عندهم في الدار، بصح تاني امها كانت كيما نقولوا حنايا ملمداتو في ساشيه وداساتو. شكوا باللي كنتها ما كانتش عارفه باللي هذا كان ذهب، على خاطر قلت لكم امها ما كانتش مخبره، قال لك وقيله رفداتو ورماتو في لابوبيل.
تأمنوا باللي أمها قالت لكم مرضت ومريضة بالزهايمر، بصح ما نساتش ذهبها. كل مرة كل شي تنساه، بصح تقول لهم ذهبي وين راه ذهبي، قالت لك حنا ولادها تنسانا بصح ذهبها ما نساتوش. يعني دروك الإنسان ولا يخاف من كل شيء. وصراحة كاين بزاف ناس باعوا ذهبهم وتقول لك راني قاعدة مهنية، ما نخليه مورايا يقتلني توسويس، ما نرفدو معايا نضل نتمشى وخايفة. إما للوقت هذا كتر الإنسان من الدعاء، الصلاة في وقتها وصلاة الفجر هي الحافظة. وإن شاء الله يا ربي يحفظكم ويحفظنا أجمعين. وكما الناس بزاف راهم يطالبوا إن شاء الله يكون القصاص، اللي يسرق تقطع يدو، اللي يقتل تقتل، ونرجعوا لشرع الله. بالك على ربي الدنيا تتسقم. وكما نقولوا في أي إنسان سراق ولا ظالم ولا قتال نقولوا له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وانتم لكم جديد هنا في القناة، ماذا بكم تدعموا خوتكم، مرحبا بكم عندي. وخلوا كنج دعاء في التعليقات يقرأها غيرك يدعي لك ولا تكون صدقة جارية عليك. وهنايا أترككم في رعاية الله وحفظه، ربي يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، ويحفظ لكم كل عزيز عليكم، وإلى اللقاء.